كيكة السينابون من أطيب الكيكات اللي ممكن إنكم تجربوها. تعالوا شوفوا معي الطريقة. لتحضير خليط الكيك بنخلط المواد الجافة اللي مكتوبة تحت الفيديو. نخفق البيض مع الفانيليا بالخفاقة الكهربائية، بعدين بنضيف لهم السكر وبنخفق لحتى يدوب تماما. بنضيف الزيت النباتي، وبعديها بالتناوب بنضيف خليط المواد الجافة مع الحليب اللي حطيت عليه معلقة خل لحتى يتخثر ويعطينا قوام هش للكيك. وهيك بيكون جهز عنا الخليط وصار وقت نجهز الحشوة. نخلط سكر بني مع قرفة ومعلقة كاكاو بودرة. منجهز القالب اللي بدنا نخبز فيه الكيكة ومنصب فيه نص الخليط. منوزع الحشوة بالتساوي وبنرجع نصب النص الثاني. بنخبزها على حرارة 180 وبنتركها تبرد بالوقت اللي بنحضر فيه الصلصة اللي بدنا نزينها فيها. نخلط كل مكوناتها اللي مكتوبة تحت الفيديو ما عدا السكر البودرة، ولما يتجانسوا بنرجع بنضيف السكر وبنحرك كتير منيح لحتى نحصل على قوام تقيل وناعم مثل ما انتو شايفين. منوزعها فوق الكيكة بعد ما بردت ومنزينها بالجوز المفروم. بتقدروا تقدموها دافية بحرارة الغرفة أو باردة من الثلاجة، وبالحالتين طعمها كتير بشهي وكتير طيبة ولازم تجربوها. وصحتين وعافية.